النهارده انا جاي اثير الجدل واقول ان كرة القدم النسائية افضل من كرة قدم الرجال، لان النساء افضل مهريا وما بيقعوش وما بيتمرمغوش على الارض كل ما حد يلمسهم، وده بالظبط نفس الكلام اللي اعلام الغرب خاصة امريكا بيتداولوه في اخر كام سنة، وبعض لاعبات كرة القدم الغربية برضه واللي هنجيلهم في الاخر، ونشوف الضحك اللي قدموه بعد ما نتكلم شوية عن ايه اللي حصل اخر كام سنة، فخليك معايا للاخر عشان الضحك كله جاي. معاكم محمود عشري من 5 في عينك، ويلا بينا نبدا. الاعلام الغربي الغير خاص بالرياضة لانهم لا يفقهوا شيء عن الرياضة بيقوموا بحملة موجهة في اخر كام سنة دعم الرياضة النسائية خاصة كرة القدم، لأنهم عارفين إنها الرياضة الأكثر مشاهدة في العالم، وإنها لفت النظر جميع الرجال اللي بيتفرجوا على كرة قدم في العالم. فكر لها كده بالراحة وبالمنطق، 99% من الحملات دي جاية من إعلام أمريكي، مش من قنوات زي ESPN المختصة بالرياضة، لا من قنوات توك شو أو قنوات إخبارية عامة. أمريكا أصلا آخر اهتماماتها هي كرة القدم، الشعب هناك لا يفقه شيء عن كرة القدم. الدوري الأمريكي الممتاز أو ميجر ليج سوكر اللي هو MSL اللي بيلعب فيه ميسي دلوقتي عبارة عن لعب حواري، ناس ما تعرفش عن كرة القدم غير انها مدوره واسمها سكر مش فوتبول، لان الفوتبول عندهم هي البيضه اللي بتتلعب بالايد دي. دوري انضم له ابراهيموفيتش وهو عنده 38 او 39 سنه، وكسر الدنيا هناك ارقام وجوال وهو 39 سنه. ابراهيموفيتش اللي مش من احسن 10 مهاجمين في اوروبا اصلا في السن ده وفي الوقت ده، مش كمسيره كامله عشان ما تفهمش غلط. ايه البلد اللي بيقولوا فيها ان تايلر سويفت ودريك اشهر من ميسي ورونالدو حوالين العالم؟ فيجي لك اعلاميين وضيوف في برامج توك شو غير رياضيه في دوله لا تفقه شيء عن كره القدم، اعلاميين وشعوب وصحفيين وادارات. اشهر لاعب خرج من عندهم هو بوليزيتش، اللي هو غير انه على الله حكايته اصلا وجاي على اوروبا بالغلط، اصوله كرواتيه وثقافته كرواتيه. تاني اشهر لاعب خرج من عندهم هو ديست. محتاج اتكلم عن ديست؟ انتوا عارفين حكايته، يجولك ويتكلموا عن كره القدم اصلا ويحاولوا يقنعوك ان كره القدم النسائيه تساوي كره قدم الرجال. انا كنت مفكر نفسي كوميدي لحد ما سمعتهم بيتكلموا جد. بداوا الحكايه كعاده امريكا واعلامها بورقه الضحيه اللي بيعرفوا يلعبوها قوي، وينشروا للعالم كله قد ايه اللي بيحصل ده ظلم، ازاي يكون في فارق ضخم بالشكل ده ما بين رواتب اللعيبه الرجاله والستات، ده ظلم، مجتمع ذكوري متعفن، حقوق المرأة يا كرويف. الاعلام الامريكي قاعد يدور على حد من وسط المجال الرياضي يدعم كلامهم في البداية، طبعا ما لقوش احسن من اللاعبة الامريكية السابقة ميجان، مش عارف اقرا اسمها التاني بصراحة. المهم ميجان دي لاعبة كرة قدم امريكية غالبا مصنفة الافضل في تاريخهم، وميجان من الجماعة اياها اللي بيحبوا يركبوا عجل، واخد لي بالك؟ فمين احسن من ميجان عشان يثير الجدل ويلفت نظر الناس للقضية؟ وده تاني كارت الاعلام الامريكي بيعشقه، وهو لفت النظر. عاملين زي الصحراء يلفتوا نظرك بالبنت الجميلة المساعدة للساحر، ومن تحت الغطا بيرتكبوا ابشع جرائم البشريه، وانت مغفل ومشغول بالمساعده اللي شبه القطر. فايه احسن من مدعكه ما بين الناس على رياضه لا تشغل المجتمع الامريكي من الاساس، خصوصا ان الستات في الغرب بيسخنوا بسرعه على النوع ده من القضايا من غير ما يفكروا تفكير عقلاني ومنطقي واقتصادي للقضيه، قضيه تشغل الناس شويه عن مشاكل المدمنين والهوملس والبترول اللي في البلد. فالستات ما كدبوش خبر وبداوا يتفاعلوا بغضب ناحيه القضيه دي، وبعدها خرجوا بعض اللاعبات الامريكات على خطى ميجان ويتكلموا عن فرق الرواتب ما بين الرجاله والستات في كره القدم، يقعدوا في البرامج بتاعتهم المكونه من 4 ستات مقابل راجل واحد، يلتوا ويعجنوا في هري ويمشوا على طريقه كل ما تعلي صوتك كل ما تبقى على حق، وما يدوش اي فرصه للراجل اللي قدامهم اللي بيعاتبوه على فرق المرتبات انه يرد عليهم اصلا. كل ما يقول كلمه تلاقي شواوا بيهوهو في وشه ان ذكوري خسيس متعفن، في المقابل لوقف الكلام العبثي ده اللي بيحاولوا يثبتوا بيه شيء غير موجود، وهو الظلم في ان الرياضي الراجل راتبه اضعاف المراه الاساسيه. حصل حاجتين قلبوا الكفه ويسكتوا الاعلاميين المضللين وانصارهم الغاضبين لاسباب فوق فهمهم المحدود، لانهم لو كانوا شربوا خربوش شاي صعيدي ب5 جنيه وفكروا شويه كانوا هيوصلوا لنتيجه منطقيه جدا. النتيجه اللي ظهرت من الحاجتين اللي بقول عليهم، اول حاجه حصلت هي ان في حمله مضاده للعته ده ظهرت، هي مش حمله بالمعنى الحرفي ولكن كلام عقلاني بيوضح الحقيقه. الحقيقه هي ان في فعلا لعيبه كره قدم رجال رواتبهم اضعاف النساء، لكن في مقابل ايه؟ في مقابل ان العالم كله بيتفرج على كره قدم الرجال. مباريات كره الرجال بتبيع تذاكر، كره الرجال بتبيع تيشيرتات، كره الرجال بتبيع اعلانات ورعايه، ومن غير الثلاث حاجات دول انت مش هتشتغل ولا هتجيب فلوس ولا راتبك هيكون اضعاف اي شخص تاني. قد يكون اللي بقوله ده بديهي جدا لاي شخص صاحب معدل ذكاء متوسط، لكن اللي بيمشوا ويصدقوا اعلام الغرب في القضايا من النوع ده معدل ذكائهم بيكون اقل شويه من معدل ذكاء غطا الحله. فبالتالي الناس قعدت تشرح ان لاعب زي رونالدو مثلا بيبيع لك تيشيرتات، بيبيع لك تذاكر لناس عايزه تتفرج عليه في الاستاد، بيجيب لك حقوق رعايه واعلانات، على عكس الاخت ميجان اللي هي اهم لاعبه امريكيه في التاريخ، لا بتجيب اعلانات ولا بتبيع تيشيرتات ولا حد بيحضر لها مباريات. اكيد في اعلانات وتذاكر وتيشيرتات، انا مش بقول ان الحاجات دي صفر عندها، لكن مقارنه باي لاعب متوسط في اوروبا رقميا هي ولا حاجه. قيمتك وراتبك بيتحدد طرديا مع الرقم اللي بتدخله لناديك، ما تكونيش انت بتدخلي للنادي 10 مليون دولار سنويا وعايزه تاخدي راتب 8 مليون، شيء بديهي جدا مش محتاج مدرس رياضيات يشرحه. لكن المساواه ما بين الجنسين مش هدفهم من الاساس زي ما قلت لك في الاول، واكبر دليل على ده ان حرفيا يوتيوبرز في امريكا كانوا بيسالوا ناس في الشارع ماسكين صوره لكريستيانو وصوره لميسي وبيسالوهم مين دول ومحدش بيعرفهم، في
في حد في الكوكب يعرف اي شيء عن كرة القدم وما يعرفش مين رونالدو او ميسي؟ فلما فشلت الحملة الاعلامية دي اتجهوا لحملة تانية كانت اغبى من الاولانية. قبل ما اتكلم عنها انت عارف هتعمل ايه؟ لايك للحلقة وسبسكرايب وساعدني اوصل للناس اكتر عشان اقدم محتوى اكتر. ويلا نكمل. الحملة التانية كانت حاجة كده اقرب وصف ليها هي اجبار الناس على الاعتراف باهمية كرة القدم النسائية، بداية من اعادة تسمية الرياضة نفسها من فوتبول او كرة القدم لفيميل فوتبول او من فوتبول، اللي هو كرة القدم الرجال وكرة القدم النساء. وده في اي صيغة وفي اي جملة بتتقال، اللي هو حتى لو ماتش كلاسيكو وحرب ما بين فينيسيوس واراوخو على ارضية الملعب، هتلاقيهم بين الشوطين بيقولوا المنافسة عالية في الشوط الاول ما بين الجناح والظهير في كلاسيكو كرة القدم للرجال، ونهاية لاضافة لاعبات النساء في اخر اصدار للعبة فيفا اللي هي FC 24 في كروت الالتيميت تيم اونلاين، وبقت مجبر تلعب برجاله وستات في نفس الفريق، وحاجة في قمة السخافة اللي في الدنيا، اللي هو تلاقي واحدة الفيزيكاليتي او البدني بتاعها اعلى من نقط البدني بتاعت راموس ورونالدو وفان دايك. وده السبب اللي خلاني اول مرة ما العبش التيميت تيم السنة دي، اللي هو انا من النوع اللي ما بيدفعش اي فلوس جوه اللعبة وعمري ما اشتريت باكات، فمش بعد ما يطلع عيني في اللعب واجمع باكات واستنى مبابي ولا فيني الاقي الوش ده طلع لي وبيضحك لي. الحكاية عمرها ما كانت امكانيات لعيبة على قد حبك وتعلقك للاعب نفسه. وما بين البداية والنهاية للحملة التانية خليني اقول لك اللي حصل. طلعوا لاعبات كرة قدم يتحدوا الرجالة في اللعبة ويقولوا احنا احسن منكم، احنا امهر منكم، مفيش حاجة اسمها فرق سرعات ولا فرق اجسام ولا فرق بدني ولا وكلام كده ما يخرجش من عادل امام في اكتر مسرحية كوميدية في تاريخه. قالوا لك تعالوا قابلونا في الملعب ولا خايفين لو جيتوا هنهنكوا ونبين حقيقتكم للعالم، لحد ما في بعض الهيئات واللاعبين قبلوا التحدي ده اللي هو يلا هنعتبره حجز خماسي ونهاف سم فن. تفتكر ايه اللي حصل؟ ايوه زي ما توقعت بالظبط، او يمكن زي ما شفت قبل كده، كلهم خدوا على عينهم، كلهم اتمسح بيهم الملعب وكلوا النجيله. زي مثلا اللي حصل في 2016 منتخب استراليا للنساء مصنف الخامس على العالم. الخامس على العالم ده اللي هو بالنسبه لنا انجلترا والبرازيل، خسر من مجموعه مراهقين في ثانوي عندهم 15 سنه بنتيجه 7-0. 7-0 يا عالم، 7-0 يا ناس، 7-0 يا منيازي. قولي له منتخب استراليا خسر 7-0 قدام عيال عندها 15 سنه. منتخب امريكا النسائي اللي كسب كاس العالم كذا مره خسر بنتيجه 5-2 قدام فريق اسمه دالاس FC تحت ال 15 سنه، ده على حسب كلام لاعبه امريكيه اسمها كارلي لويد، اللي بالمناسبه الاخت ميجان كانت مشاركه في المباراه دي في عز مسيرتها. واخيرا وليس اخرا الخساره المذله تماما، الخساره اللي جابت اجل النقاش والجدال والمناظره المعتوهه دي. مباراه تكونت من لاعبين مستمرين في مسيرتهم ولاعبين معتزلين من سنين، لعبوا في الطرفين، طرف الرجال وطرف النساء، والطرفين كلهم امريكان، فالطبيعي ان كلهم ما لهمش فيها اصلا. بس رغم ده فريق الرجال قدر يسجل 12 جول في شوط واحد ضد النساء، والماتش وقف بعدها لان مفيش اي سبب يخليهم يلعبوا شوط تاني، ده غير اللي نيمار عمله لما لعب فريق ستات في ماتش خماسي وغيرهم كتير، لحد ما الناس والمتابعين نفسهم فهموا الحقيقه اللي بعضهم كانوا خايفين يقبلوها، خصوصا بنات الغرب، ان في اي رياضه في الدنيا راجل عنده 40 سنه وعامل 3 عمليات قلب مفتوح قبل كده هيكسب اي واحده عندها 25 سنه في عز مسيرتها. وده مش عيب على الستات، الحكايه كلها فرق عامل بدني وسرعه وجينات. وده مش كلامي لوحدي، سيرينا ويليامز اسطوره رياضه التنس للسيدات قالت الكلام ده بنفسها، ان التنس الرجال وتنس النساء دول نوعين رياضه مختلفين، ولو لعبت واحد زي اندي ماري هتخسر 6-0 في الشوط الاول و6-0 في الشوط الثاني، ودي مش واحده عاديه، دي احسن لاعيبه تنس في التاريخ، وغيرها كتير من اللي عندهم عقل ومنطق بربع جنيه قالوا نفس الكلام. فلا ده مش عيب لما تعترف بالفرق ما بين الرجاله والستات في العوامل البدنيه. في ملايين النساء الموهوبات في كل الرياضات، بس في رياضتهم هم. عايزين رياضتكم تنجح سواء في كره القدم ولا في السله ولا ايا كان، ساعدوا نفسكم وشجعوا نفسكم واحضروا مبارياتهم واشتروا تذاكرهم وتيشيرتاتهم. عارف انه اصعب بكتير من العياط واللت والهري عن عدم المساواه ما بين الراجل والمراه، لكنه الحل الوحيد لنجاح رياضتكم اللي محدش من الرجاله يكره انهم ينجحوا، لاننا او معظمنا بكل بساطه غير مهتمين بنجاح او فشل رياضتكم على عكسكم. فلو عجبتك الحلقه دي كالعاده ما تنساش لايك وسبسكرايب. كان معاكم محمود عشري من 5 في عينك، سلام.